مشاهدي الكرام، مرحبا بكم من جديد. يعني نعود إلى أستاذ جواد الجبوري، وأنت تتحدث ربما عن البحبوحة التي يمكن أن يعطيها مجلس النواب لوسائل الإعلام في تغطية جلسات اللجان الخاصة بمجلس النواب. هل فعلا أن بعض الغيابات جاءت بدفع من الكتل السياسية التي ينتمي إليها النائب حتى لا تمرر قوانين؟ يعني تحس حتى فيما يتعلق مثلا في قوانين معينة مو فقط غياب عن جلسة مجلس النواب، حتى غياب عن اللجنة؟ لا، هذا صار في حالات ضيقة جدا في قوانين الضخمة المهمة جدا التي تتقاطع الكتلة كليا مع الكتلة الأخرى. ممكن يحصل هذا الموضوع. قوانين، ذكرت قوانين مهمة جدا، قوانين مفصلية. يعني مثلا كتلة الأحرار ما كانت حريصة أن ينعقد مجلس النواب في تمرير قانون التعويضات الأمريكية، ولذلك حضرت من دون التصويت. بالإمكان أن تخرج من هذا المجلس وتهد بنية مجلس النواب وتؤشر مؤشر سلبي على عدم اكتمال النصاب، ولكن حرص بقي الضغط. بعدين مر مع شديد الأسف مر هذا القانون رغم عدم تصويت مجلس كتلة الأحرار بهذا القانون. فهذه مؤشر، يعني حالة من الحالات بالإمكان أن تخرج كتلة الأحرار وتعرقل عملية تشكيل يعني المجلس نهائيا بإكمال النصاب. طيب. ولكن وغيرها لا يحضرني يعني بعض الكتل مارست مثل هذه الأدوار. أما بشكل فردي ما أعتقد تحصل الموافقة، لأنه لا يؤثر على النصاب، وبالنهاية هو يؤثر على النظام الداخلي وعلى الأداء المهني اليومي. طيب، هناك قدرة أو قابلية لهذا النائب أن يحضر إلى الجلسة وينسحب، يعني اعتراضا، ينسحب للإخلال بالنصاب على سبيل المثال، يسجل غائب أيضا؟ يعني حصلت مثل هذه الظواهر. كثير من النواب يحاول أن كيف يبت بها؟ يعبر عن رأيه، ولكن هو يغادر دون أن يلقى، يعني بعد ما يلقي بصد من هيئة الرئاسة أو شيء من هالقبيل، فيغادر الجلسة بمفردة، ولكن يعود، يعني تعبير عن الاحتجاج. يعني إذا كانت هناك مثلا يعني مثلا العراقية حينما امتنعت عن لربما أو علقت عملها في مجلس النواب، كيف يتم التعامل مع هذه القضية؟ العراقية أيضا أكملت النصاب ودخلت يعني خرجت مرة ثانية. إذن لا يسجل غائب. لا، هم استأذنوا، أخذوا إذن من هيئة الرئاسة، وكان حقيقة أنا قلت وأقول أيضا الآن تسجل أن غادرت كتلة العراقية، القامة العراقية للدفاع عن مشروع هي تعتقده، ولكن بقي المجلس منعقدا برئاسة أحد قادة العراقية. إذن أنا أقول أن المرحلة هذا اللي يريد مرحلة المعارضة السياسية بدأت تنتقل نقلة نوعية، يعني هناك قوة عاقلة تدير العملية السياسية، وهناك قوة أيضا أوراق ضغط بشكل مهني. هذا الموضوع اللي نريد نركز عليه. إنه الغياب ليس لإرادة سياسية، الإرادة السياسية ممكن تكون موجودة من خلال الحضور لمجلس النواب وإبداء الرأي أو توجيه لربما حتى رسالة قوية من خلال الانسحاب من الجلسة، لا أن يتم التغيب هكذا بشكل يعني مستمر حتى يوصف بالعبثية في أحيان كثيرة. أي نعم، هو هذا المسار اللي حصل، يعني بنموذج كان يعني اللي قامت به العراقية أشرنا نوعا ما إيجابي صحي. نعم. هو يحاول يستخدم كل سياسي وكل قائمة تستخدم أوراق الضغط بغرض تحقيق المكاسب، ولكن يجب أن لا تؤثر على النظام العام، لا تؤثر على المصلحة العليا. هذا اللي شكرا جزيلا لك أستاذ